المسرح سبق السينما. المسرح تقريبا بدأ في منتصف القرن التاسع عشر. فرق كتير ظهرت في الوقت ده، قدمت المسرح الغنائي والتراجيدي والكوميدي، لكن عشان ما كانش فيه وقتها كاميرات تصور لنا العروض المسرحية دي، فاحنا للأسف ما شفناش النهضة المسرحية العظيمة دي. بس عندنا تاريخ المسرح مكتوب ومدون وبيدرس في المعاهد المتخصصة. لكن لما ظهرت السينما تحول كتير من نجوم المسرح إلى العمل بالسينما، وده اللي خلانا نتعرف على وجوه هؤلاء النجوم زي يوسف وهبي ونجيب الريحاني وفاطمة رشدي، ونجم حلقتنا النهاردة الفنان الكبير محمد عبد القدوس. هذا البوليس وانت برضو يخلصك افنصك. ازاي اضربني بلد شوف. ما اقدرش اخلفك لاني عارفك تقدر تحط الحديد في ايدي. اسمع يا سيدي. محتاجين تعرفوا مين هو محمد عبد القدوس؟ افكركم بيه. هو اللي قام بدور والد الفنانة لبنى عبد العزيز في فيلم أنا حرة. هو أيضا والد الفنان عبد المنعم إبراهيم في فيلم سر طاقية الإخفاء لما كان عامل دور العطار. هو كمان خال الفنانة ليلى مراد في فيلم يحيى الحب. وأخيرا دوره الشهير مع عبد الحليم حافظ في فيلم ليالي الحب لما كان عايز يسلم عبد الحليم لاسم الشرطة، وعبد الحليم غنى له أغنية يا سيدي أمرك. أعتقد كده عرفنا مين هو محمد عبد القدوس. ما اقدرش اخلفك لاني عارفك تقدر تحط الحديد في ايدي. اسمع يا سيدي. اتولد محمد عبد القدوس يوم 3/8 من عام 1888 بحي العباسية بالقاهرة. اسمه لوحده محمد عبد القدوس، اسمه مركب يعني. والده هو الشيخ أحمد رضوان، أحد علماء الأزهر، وعمل أيضا بالمحاكم الشرعية، واتسم بالحزم والصرامة في تربية أبنائه. لذلك عندما انضم ابنه إلى جمعية هواة التمثيل سعى إنه ينقله إلى الصعيد عشان يبعده عن جو الفن والفنانين، وبالفعل تم نقله ليعمل ناظرا لمدرسة الأقصر الصناعية، لكنه استقال وعاد ثانية إلى القاهرة، حيث تعرف على الفنانة روزا اليوسف في حفل أقامه النادي الأهلي، وارتبط معا بقصة حب وتزوجا، وكونوا ثنائي مسرحي ناجح. وقد أثمرت هذه الزيجة عن ميلاد كاتبنا الكبير إحسان عبد القدوس. أنا قلبي عليك قلبي، أنا قلبي عليك قلبي، كان فين ده ناس ومتخبي. أنا قلبي عليك وبالطبع هذا الوضع لم يرق للأب الذي أعلن تبرؤه من ابنه وقام بطرده، لكن الابن واصل نشاطه المسرحي واستقال من عمله الحكومي وتفرغ للتأليف والتمثيل على المسرح، بل إنه أيضا سافر إلى إيطاليا في بعثة لتلقي دراسته في فن التمثيل. عاد بعدها إلى مصر واستكمل نشاطه الفني، لكن نتيجة للضغوط المستمرة من جانب الأسرة ورفضهم إن ابنهم يقترن بفنانة، اضطر محمد عبد القدوس للانفصال عن زوجته روزا اليوسف، وقرر ألا يتزوج بعدها مرة أخرى. وأصر الوالد أن يقوم هو بتربية الحفيد إحسان في منزلهم بحي العباسية، نظرا لانشغال الأم في عملها. ولك خاطرك يا سيدي، ما اقدرش اخلفك لاني عارفك تقدر تحط الحد. تولت عمته السيدة نعمات هانم رضوان مهمة تربية ابن أخيها، وواصل محمد عبد القدوس عمله بالمسرح، فانضم إلى فرقة نجيب الريحاني مؤلفا وممثلا في نفس الوقت.
ومع ظهور السينما تحول محمد عبد القدوس من المسرح إلى السينما، فاشترك في تمثيل ما يقرب من 14 فيلم سينمائي تميز فيها بدور الأب أو الخال أو الجد الطيب خفيف الظل، ليرحل عن عالمنا في صمت في يوم 15 يناير من عام 1969 عن عمر 81 عاما. رحم الله الفنان الكبير محمد عبد القدوس. شكرا لكم، لا تنسوا الاشتراك والتعليق والشير. شكرا لكم. وحقك أنت المنى والطلب، والله يجازي اللي كان السبب، ولي فيك يا والدي قصة تغير مجرى حياة الطرف. مبسوط يا سيدي يا سيدي، مبسوط يا سيدي.